سلام. أنا سميتي إبراهيم، في عمري 23 عام، وعندي أختي كبيرة عندها 25 عام. عايشين مع والدينا وعلى قد الحال وصافي. أنا في داك الوقيته كنت كنقرا في الباك، وأختي كانت خدامة في الخياطة. من بعد ما خديت الباك ديالي قلبت على شي خدمة، ولكن بطبيعة الحال ما لقيتش. بقيت بارك تقريبا شي عام مورا ما خديت الباك، ولكن كنت كنديباني مرة في أي خدمة لقيت، ولكن ما كان كيشات ليا والو من داك الفلوس. كانت اختي اللي كتصرف علينا، حيت والديا بجوج مرضين. واحد النهار كنت جالس بيتي وبقيت كنفكر مع راسي، لقيت بانه ما خاصنيش نبقى مربع يدي وكنتفرج في والديا اللي مرضين، واختي اللي كتصرف علينا باش تجيب لينا طرف ديال الخبز. فكرت باش ندير شي مشروع، ولكن فكرت بلي منين نجيب فلوس ديال هذا المشروع، وبقات ديما كدور ليا في عقلي هاد الفكره ديال ندير مشروع. واحد النهار قررت اني نقولها لاختي، قلت ليها: اختي، راه بغيت ندير شي مشروع صغير نعاونكم به ونعاون به حتى راسي، ولكن ما عنديش فلوس باش نبدا. قالت لي: مزيان، انا نعاونك بشي فلوس كنت مخبياهم عندي هادي سنين. قالت لي: لا بغيتي نعطيهم ليك، ما عندي حتى شي مشكل. قلت لها: لا، الا كانوا عندك شي فلوس غسل فيني على ما نخدم ونردهم ليك. قالت لي: بعدا اين مشروع باغي دير؟ قلت لها: حمام الرجال والنساء، راه غيدخل لينا الفلوس. قالت لي: هاد المشروع زوين وبصح فيه الفلوس. قالت لي: اش ظهر ليك نديروه بالنص؟ قلت لها: مرحبا، اللي بان لك اختي، ولكن قلت لها: اش بان لك حتى للصيف باش نبداو، حيت الصيف كتكون فيه الحركه شويه مزيانه. قالت لي: صافي مشات. المهم بقينا كنتسناو في الصيف، وانا دبرت واحد الخدمه في البني وبقيت كنجمع شويه ديال الفلوس. وصل الصيف اخيرا، وبقينا كنقلبوا على شي حمام للكرا. من بعد يومين ديال التقلاب لقينا واحد الحمام مالينو كيعيشوا في اسبانيا ولا باز عليهم، وكيجيو هنايا للمغرب غا في الصيف. صافي، وداك الوقيته حيت كان الصيف كانوا تمايا. داك السيد مول الحمام تلاقينا معاه ومشينا كنشوفو كيدير داك الحمام. دخلنا وعجبناه الحال، كان زوين وكبير. سولناه واش كان محلول من قبل ولا اول مره يتحل. قال لنا: لا كان محلول من قبل، وبقى شي عام وهو مسدود حتى جيتو نتوما. هاد السيد كان عارف اش كيطرا في هاد الحمام وما بغاش يقول لينا. كان الغرض ديالو غيدخل الفلوس وصافي، ما كيهموش بنادم واش يتآدى ولا لا. من بعد ما وقع لنا هاد الشي لا نعاود لكم، عرفنا انه فايت خدموا فيه بزاف ديال الناس، اللي كيجي ليه كيمشي من النهار الاول ديالو، حيت كانوا كيطراو ليهم شي حوايج خايبين. حنا فرحانين انا واختي، وما كنا عارفين حتى شي حاجه، ولقينا الحمام كبير وزوين، جا في واحد المنطقه زوينه وكبيره وفيها الحركه. قلنا مع راسنا: راه هذا هو الحمام اللي كنقلبوا عليه. وداك السيد خلانا على ليتنا بحال الا حتى شي حاجه ما كتوقع. المهم اتفقنا معاه، وداك الثمن اللي طلب منا كان بسيط ومناسب. صافي قلنا ليه حنا موافقين. قال لنا بلي راه غدا يرجع هو ومرتو لاسبانيا، وعطاني السوارات وقال لي: لا بغيتي نعطيك شي بيت الفوق باش تولي تبقى هنايا نعطيه ليك. قلت ليه انا: ماذا بيا نبقى في الدار وقريب الخدمه، دير فيا خير كبير. قال لي: صافي اجي طلع معايا نوريك. طلعت معاه وراني واحد البيت، وقلت لي: شكرا عمي. صافي تمينا راجعين. هي هذيك اتفقنا على كل شيء. في هذاك النهار نيت بقينا انا واختي كنقادو في المسائل ديال دوك الحمامات، ونظفنا مزيان وصيبنا اي حاجه خاصها تصايب. اتفقنا انا واختي الغد ليه يكون في افتتاح. رجعنا للدار وبقينا كندويو انا واختي كي غنديروا التوقيت ديال النساء والتوقيت ديال الرجال. اتفقنا باش نديرو من 8 ديال الصباح ل 4 ديال العشيه غنخصوها غير للنساء، ومن 4 ديال العشيه ل 11 ديال الليل غنديروها غير للرجال. اختي تقابل التوقيت ديال النساء وانا نقابل التوقيت ديال الرجال، باش الوقت اللي يبقى لينا نمشيو نديرو فيه شي حاجه اخرى ما نضيعوش.
ما نقدروش نبقاو النهار كامل حنا حاضرين غير داك الحمام بجوجنا. المهم داز داك النهار وجا الغد ليه. ناضت اختي باش تحل ودير الافتتاح، مشات حلات وبقات خدامه والناس بداو كيجيو. بقات تماك حتى 4 ديال العشيه ومشيت انا باش نكمل الوقيته ديالي. مشيت عندها وسولتها كي دايره القضيه وكي داز النهار، واش جاو شي ناس. قالت لي داز مزيان، راه واحد المراه جات بكري لهنا. قالت لي غا حليت الباب وهي تدخل مورايا. قلت لها ايوا مزيان، هادشي اللي بغينا حنا. هي هذيك اختي مشات للدار وانا بقيت نقابل الحمام وبداو كيجيو الرجال. وصاتني اختي منين نسالي مع 11 ديال الليل نجمع كلشي ونرجع كلشي لبلاصتو باش الغد ليه تجي هي الصباح وما تعذبش. قلت لها كوني هانيه اختي. ديك الليله نيت كانت عند داك السيد طياره باش يرجع لاسبانيا هو ومرتو. شفتهم نازلين وسكانهم في يديهم، ودعوني وقالوا لي تهلا في هاد الحمام وحتى دارهم. قالوا لي راه امانه في رقبتك. قلت ليه كون هاني يا عمي. هما مشاو وانا بقيت خدام حتى 11 ديال الليل، وسديت البيبان كاملين ومشيت نقاد كاع المسائل في دوك الحمامات باش نطلع نرتاح في داك البيت اللي عطاني داك السيد. انا كنت كنبات في هاد الدار نيت، واختي كانت كتبات مع وليديا في دارنا. المهم كنت كنرد اي حاجه لبلاصتها حتى ساليت وطلعت لبيتي باش نرتاح. تكيت وبقيت كنتفرج حتى في واحد اللحظه غنسمع الماء طلق في كاع دوك الحمامات. قلت شنو هادشي، شكون طلق الماء؟ نط مشيت ننزل باش نتاكد. ملي نزلت قلبت كاع دوك الحمامات ولكن ما لقيت حتى شي حاجه وما لقيت حتى شي مطلوق. قلت يمكن غير كنت كنتخايل وصافي. مشيت رجعت وانا طالع في الطروج سمعت شي باب ديال الحمام تحل غب بوحدو، وانا كنت متاكد باللي كنت سادهم كاملين. رجعت نتاكد وانا نلقى واحد الباب ديال واحد الحمام اللي محلول، ومنين شفت لداخل تصدمت. لقيتو كل شي مرون ماشي كيما خليتهم قبل ما نطلع. استغربت قلت يمكن كاين شي واحد لداخل. دخلت قلبت بحمام بحمام ولكن ما لقيت حتى واحد. صافي رجعت كل حاجه بلاصتها كيما درت في الاول، وطلعت لبيتي وتكيت في بلاصتي حتى داتني عيني. الغد ليه فقت مع الصباح لقيت اختي حاله وخدامه. مشيت عندها قالت لي كي صبحتي؟ قلت لها مزيان، نعست مزيان البارح. واحد اللحظه قالت لي ياك ما كنتي عيان البارح حيت ما قديتيش المسائل اللي قلت لك. قلت لها اين مسائل، شنو زعما كتقصدي؟ قالت لي قلت لك منين تسد قد كل حاجه بلاصه وانت كاع ما درتي هاد الشيء كاع. قلت لها الله يهديك، راه قبل ما نطلع الناس قديت داكشي كامل. شنو كتقولي حتى انتي، واش كتضحكي عليا؟ قالت لي يمكن انت اللي كتضحك عليا، راه منين جيت الصباح طليت على كاع الحمامات لقيتهم مرونين بحال الا ما قديتي والو. قلت لا ما يمكنش، راه والله حتى غير قاديت داكشي عاد طلعت نعست. قالت لي دابا ماشي مشكل، سير للدار ولا فين تمشي حتى للربعه واجي تخدم. انا يلاه كنت خارج وقالت لي ابراهيم نسيت ما قلت لي. قلت لها شنو؟ قالت لي ديك المرة اللي جات البارح بكري لقيتها كتسناني حيت هاد الصباح عاوتاني، ومنين سالات وكانت خارجه دورات معايا مزيان. قلت لها اجي ياك ما هي اللي رونات كلشي تما وانت كيسحب لك انا اللي ما قديت والو. قالت لي الله يهديك ابراهيم اش كتقول، راه هي مسكينه جات دخلات استحمات وخرجات. قلت لها صافي المهم ما علينا، انا غنمشي للدار دابا. المهم رجعت للدار ومع 4 العشيه جيت نخدم. بقيت خدام كالعاده حتى 11 الليل، وملي ساليت دخلت لقيت كل حاجه بلاصتها. في ديك الليله قررت ندوز في هاد الحمام نيت. مشيت طلعت لفوق لبيتي جبت حوايجي اللي خاصيني ونزلت دخلت الحمام طلقت الماء وبديت كندوز. درت شامبوان على راسي وغمضت عينيا شويه، حسيت بشي حاجه قاصتني في ظهري.
وانا ما كانش يمكن ليا نحل عينيا حيت داير شامبوان. غسلت بالزربه وانا متلفت وما لقيت حتى واحد، وصافي ما تسوقتش ودرت عاوتاني شامبوان وغمضت عيني شويه حتى حسيت بشي واحد كيهضر ليا في ودني، وانا بديت كنتخلع. لوحت بايدي كنشوف شنو كاين، ولكن ما لمحت حتى شي حاجه. غسلت بالزربه شعري وبقيت كنشوف، ولكن ما لقيت حتى شي حاجه. بديت كنقول اش هادشي اللي كيطرى معايا، واش هادشي حقيقي ولا غير كنتخايلو. درت راسي بحال الا ما واقع والو، وكملت على التدويشه شويه وانا باغي ناخد الصابون. تلفت وما لقيتوش، وانا متاكد باللي ملي كنت كندخل حطيته هنا ودابا ما كاينش. هنا بدا كيجيني الخوف. خرجت من داك الحمام ومشيت لحمام اخر باش نجيب الصابون. جبتو، رجعت الحمام اللي كنت كندوش فيه وبديت كنغسل شويه وانا نسمع شي حد دخل الحمام اللي في جنبي وسد عليه الباب وطلق الماء بحال الا حتى هو كيدوش. انا نقصت من بلاصتي وتخلعت بزاف. قلت ياك ماشي حد ندخل بالتخبيه. كنقول شكون كاين، شكون كاين هنا، شكون، خرج عندي، خرج. ما كاين حتى شي جواب. حليت داك الباب والما مازال محلول. غير دخلت وانا نتصدم، ما لقيت حتى حد والما مطلوق غب وحدو. هنا بديت كنترعد وعرفت شي حاجه كطرى ماشي هي هذيك في هاد الحمام. سديت داك الماء ومشيت باش نطلع، وشويه كنحس بحال الا شي واحد تابعني. ملي تلفت ما لقيت حتى شي حاجه، ما بقيت فاهم حتى شي حاجه من هاد الشيء. بالصدفه دورت راسي جيت الحمام، بان ليا شي خيال داز بالزربه ودخل لواحد الحمام. انا غا شفتو بديت كنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا خفت نمشي نقرب لذاك الحمام مره اخرى شويه حتى سمعت الماء طلق غب وحدو في داك الحمام اللي شتو دخل ليه داك الخيال. انا بقوه الخلعه دخلت كنجري في داك الدروج، دخلت لبيتي وسديت عليا الباب وانا كنهج ومصدوم. تكيت بلاصتي وكنفكر في شي تفسير لهاد الشي كاع ملي كيطرا. واحد شويه وانا جالس كنتفكر حتى بديت كنسمع شي اصوات ماشي هما هادوك، غراب في داك الحمام. نقصت من بلاصتي بديت كنترعد، وداك اللحظه تاكدت باللي داك الحمام مسكون. حاولت نثبت راسي حتى يطلع الصباح باش نشوف اش غادي نديرو في هاد المصيبه اللي فيها انا دابا. الليل كامل وانا كنسمع لهاد الاصوات الغريبه، والما كيطلق وكيتسد، يطلق وغير كيتسد غير راسو، والحوايج كيتقرقبوا. بقيت على هاد الحال حتى أذن الأذان ديال الفجر، وغا أذن الأذان الفجر كل شي حبس في لحظة. ما بقيت كنسمع حتى شي حاجة، لا أصوات لا تقرقيب لا ما مطلوق والو. هنا ارتحيت شوية، قلت الحمد لله. بقيت متكي حتى داتني عيني. فقت لقيت الصباح صباح واختي بدات خدامة. نزلت عندها شافتني تصدمات، قالت لي مالك في هاد الحالة؟ قالت لي مال عينيك، واش ما نعستيش ولا شنو؟ قلت ليها ولا اجي نقول لك. ديتها على برا وانا نبدا نعاود ليها كل شيء بالتدقيق. قلت ليها كاع داكشي اللي طرا ليا البارح. تصدمات وبقات غير كتشوف فيا. قالت لي واش هكا واش كدوي بصح؟ ما عرفات شنو تقول ليا. قلت ليها هاد الحمام غالبا مسكون، داكشي اللي تبقى عام وهو مسدود، وراه ما يمكنش يكون حمام بكاع هاد المواصفات وما كارينوش الناس. قالت لي اختي خاصنا نهضروا مع مول الحمام ونعطيوه سوارتو ونمشيو فحالنا من هنا. جبت التيلي ديالي وعيطت ليه وعاودت ليه كاع هادشي اللي طرا ليا، وهو جاوبني بكل بروده ما بحال الا ما عرفش شنو كيطرا. قال لي واش بصح ولدي؟ قلت ليه دابا صافي احنا ما بقيناش نكملوا في هادشي. قال لي لا ولدي غنكملوا، راه نجي من اسبانيا غنتهلا في مزيان. قلت ليه قول لي لما نعطيه هاد الساروج. عطاني العنوان ديال واحد خوه في واحد المنطقه نيت غير هنايا. قطعت عليه ومشيت للبيت، جمعت حوايجي ومشينا انا واختي عند خوه. عطينا السوارت وقال لنا واش نتوما كنتو كارين عنده شي محل ولا شنو؟ قلنا لي عمي.
كنا كارين عنده واحد الحمام، قال لينا واش كتقصدوا الحمام اللي كاين في البلاصه الفلان فلاني؟ قلنا لي قال لينا واحد الهضره اللي صدماتنا. قال لينا هاد خويا ما عندوش علاش يحشم، باقي غير الفلوس. قلت لي علاش؟ قال لينا راه داك الحمام مسكون، راه كان مسدود هادي مده، والناس اللي كيجيو يكريوه كيطرى ليهم فيه شي حاجه. ملي قال لينا هاد الهضره وحنا نتصدموا، قلنا لي حنا ما كناش عارفين هادشي وتقنا فيه. قال لي عارف اولي، راه هو من ديما هكا، راه ما كيهموش بنادم، كيهموه غير الفلوس. المهم شكرنا داك السيد وتمينا راجعين للدار. وبالفعل بعد ما داز عام على داك الحادث اللي وقع ليا في داك الحمام، بقى مسدود، تجا مولاه وردو محل ديال الحلاقه وبقى كيكره الناس. وانا واختي داز دابا على هاد الحادث شي 3 سنين، وفوق ما كنتجمعوا الا وكنتفكروا داكشي اللي طرا ليا في داك الحمام الملعون. القصه غتسالي هنا اخوتي. ما تنساوش لا عجباتكم القصه حطوا شي لايك واشتراك وبارطاجيو هاد القصه مع صحابكم. وإلا بغيتو ديروا شي كومونتير زوين كتشجيع ليا ديروه. وإلا كنتي اول مره كتسمع القصص ديالي فتابونا. وهذا مكان اخوتي، نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله. تهلاو.